بنحب ناس احنا مش فاهمين هما بيتصرفوا كده ليه. حد بيقلق عليك قوي لدرجه ان انت بتحس ان انت بتتخنق، او حد بيبعد عنك فجاه من غير اي اسباب واحنا بنبقى واقفين مش فاهمين احنا عملنا ايه غلط. او اللي اسوأ واسوأ بقى من كده، انه يوم يبقى مقرب جدا ويوم يبقى بعيد جدا واحنا مش فاهمين برضو ايه السبب لده ولا ايه السبب لده. والاغرب بقى في العلاقات عموما ان دايما اللي بيقلق كتير هو اكتر واحد بيتشد للي بيهرب كتير، ودي مش صدفه، دي رقصه انماط التعلق. بقى لنا 4 فيديوهات بننتع في الموضوع اصلا نمط التعلق، فلو انتم ما تعرفوش اي حاجه عن انماط التعلق يعني لازم تتفرجوا عليها قبل ما تبداوا تتفرجوا على الفيديو ده، لان كل واحد فينا بيجذب الطرف التاني اللي ياكد خوفه وياكد الترومز بتاعته او الصدمات بتاعته. في الفيديوز اللي فاتت اتكلمنا عن كل نمط من انماط التعلق بالتفصيل، وكل الكومنتس كانت بتسالني ازاي نتصرف مع شريك حياتنا اللي هو من النمط التاني، وكأن الفيديو دايما بيطلع للشريك عمره ما بيطلع للشخص اللي هو عنده نمط التعلق ده. فانتوا طلبتوا وانا لبيت ووفيت. النهارده هنتكلم بالتفصيل عن ازاي نتصرف مع شريك حياتنا ايا كان نمط تعلقه ايه، من غير بقى ما نفجر فيه قنبله القلق او نخليه يهرب بعيد ويختفي وما يظهرش تاني. وفي نفس الوقت والاهم كمان من ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع شركاء حياتنا اللي هم عندهم نمط تعلق معين، السلوك بتاعهم ده ما ياثرش على قيمتي، على احساسي بقيمتي او على راحتي النفسيه، نفسيتي عموما يعني. فيلا اعملوا حاجه لذيذه تشربوها، وبعدين تعالوا بينا نلبس بدل الغطس ونغوص في اعماق كل انماط التعلق عشان نعرف ازاي نتعامل معاها. بتشربي ايه يا يمنى؟ بشرب كاموميل اند ليمون جراس. كان كل المشروبات اللي هي اللذيذه دي ما بحبهاش، بس بحاول اشجع نفسي واشجعكم ان احنا نشرب مشروبات صحيه اكتر من القهوه والشاي والحاجات اللي هي ممكن تكون اساسا بتخلينا عاملين كده محطوطين في كوبس الكهرباء. بس قبل ما نبدا في حاجتين مهمين جدا لازم نعرفهم. اولا ان احنا نتعامل صح مع شريك حياتنا مش معناه ابدا ان احنا نلغي نفسنا او نبقى مشايه اي حد رايح راجع يدوس علينا. ده مش الهدف تماما من الموضوع. الفكره هنا بس ان احنا بنحاول ان احنا وات ايفر الصدمات بتاعتنا او الحاجات اللي مأثره علينا في انماط علاقتنا، اللي زي ما قلنا اصلا احنا بننجذب للطرف اللي ممكن ما يكونش عنده تعلق امن، اللي هو اصلا الطرف اللي مش هيطمني، فانا اوريدي منجذبه لطرف ممكن ما يكونش اصح حاجه بالنسبه لي. فالفكره هنا مش ان انا انصاع وخلاص، الفكره هنا ان انا احافظ على نفسي واحافظ على علاقه ممكن تكون كويسه، ولكن احنا الاثنين مش عارفين نتعامل مع بعض. ورقم 2، ودي حاجه برضو لازم كل واحد فينا يفكر فيها، او ليه بنجذب دايما لانماط مش النمط الامن؟ يعني ليه ما بنجذبش لشخص هيطمني ويخليني اهدى ويخليني احسن؟ هنشرح ده اكتر واحنا بنتكلم، فخليني ما استبقش الاحداث. فيلا بينا نبدا باول نمط، وهو ازاي تتعامل مع نمط التعلق القلق. ايه اللي بيحصل جوه العلاقه لو شريك حياتي شخص عنده تعلق قلق؟ الشريك القلق بيحبكوا جدا، بس بيحبكوا وهو خايف ان هو يفقدكم، فهيسال كتير، هيحتاج يطمن كتير، هيتضايق لو رديت متاخر او ما ردتش خالص. مرات هتحسوا ان هو اوفر وبيبالغ في ردود افعاله، بس هو مش بيعمل كده عشان يضايقكم خالص، هو بيعمل كده عشان هو فعلا من جواه خايف ومرعوب، خايف ان الامان اللي هو حاسس بيه ده يختفي، ويختفي في اي لحظه وما يعرفش يتصرف. فلو انتوا شخصيتكم هاديه او تميل الى الاستقلاليه او تميل الى ان انتوا اشخاص عندكم نمط تعلق تجنبي، فاعرفوا ان انتوا اللي جذبتوه من الاول، لان هدوءكم بالنسبه لهم هو حاجه بتطمنهم. بيبقوا فاكرين ان هم لما هيبقوا معاكم انتوا اشخاص فيها تحدي كتير، فلما هيكسبوا التحدي ده وتطمنوهم هم هيبقوا في امان على طول. فلما تفهموا ان انتوا اصلا اللي جذبتوهم من الاول، ممكن ده يخلينا عندنا استعداد اكتر ان احنا نفهم ازاي نتعامل معاهم، بدل ما تبقوا حاسين ان الموضوع بيضغط على اعصابكم وخلاص. ازاي نطمن دايما الشخص اللي عنده نمط تعلق قلق؟ رقم 1 في ازاي نطمن اصحاب نمط التعلق القلق، وهو خليك قد كلامك. يعني خليك قد كلامك، مش هعيد كلامي تاني مش بقول كده ان انتوا تسيبوا حياتكم وتتفرغوا للشخص ده، بس لازم لما توعدوا بحاجه لازم تعملوها وفي الوقت اللي انتوا قلتوه. لو قلتوا هتردوا بعد ساعه تردوا بعد ساعه. الاتساق ده او الكونسيستنسي دي بتبني امان اكتر بكتير قوي من ان انت تبقى في اوقات بتقول له كلام حلو او بتدلعه، او لما بتبقى فاضي بتكلمه. رقم 2، طمنوا قبل ما يسال. ما تسيبوش النمط ده يوصل لاعلى درجات القلق، لازم نطمنهم قبل. مسج بسيطه، بفكر فيك، انت هخلص ميتنج واكلمك على طول، بس او انت اخبار يومك ايه، جست مسج بسيطه في النص قبل ما ليفل اللي هو مختفي كده ليه، هو هيعمل
كده تاني وهيختفي تاني. فمسج بسيطه جدا بتقفل باب القلق ده قبل ما يفتح اصلا. رقم 3 ودي مهمه جدا، ما تتجاهلوش القلق، ما تتهموهمش بالافوره. بدل ما انتوا تعملوا فيها ان انتوا من بنها ومش شايفين اصلا ان الاشخاص دي قلقانه، فتعملوا عبط وتحاولوا ان انتوا تتكلموا عادي علشان هو ينسى القلق اللي هو فيه او ما ينكدش عليكوا او الاحاسيس اللي بتجيلنا، او انت ليه ما كلمتنيش طول اليوم، مش عارفه ايه الاوفر ده، ما انا مكلمك النهارده يعني مره، يعني ايه الاوفر ده. فبدل ما يبقى الكلام رايح في الاتجاه ده، طمنوهم. صدقوني ده هيشتري لكم وقت كتير وطاقه كتير وهيخلي علاقتكم افضل. فليتس سي انتوا متضايقين ومحتاجين شويه وقت، نعمل ده ازاي من غير ما هم يبقوا فوق دماغنا؟ تقولوا لهم، تطمنوهم، انا دلوقتي متضايقه، انا محتاجه شويه وقت، ههدى ونرجع نتكلم تاني، ههدى ونرجع نتعامل تاني، اديني يوم، انا محتاجه اقعد مع نفسي 3 ساعات واي بروميس ان انا هرجع اتواصل معاكي، اي بروميس ان انا هكلمك، انا بحبك بس انا دلوقتي مش بمر باحسن حالاتي، فانا محتاج شويه وقت. تقدر تديني الوقت ده؟ مهم جدا ان احنا نطمن الشخص اللي قدامنا، لان الشخص القلقان بيفهم البعد ده انه ده بدايه هجر، فده بيتريجر الاشخاص دي، بيحسسهم ان دي نهايه العلاقه. فطمنوهم مش اكتر. بما ان احنا قلنا ده، لازم ده ما ياثرش عليكم، ما تاخدوش القلق ده ان الشخص ده اوفر. نمط التعلق القلق وكل الانماط جايه من تجارب حصلت قبلكم، فاحنا بننجذب لبعض، فولا عيب في الشخص القلق ولا عيب في الشخص التجنبي. ولكن مهم جدا ان احنا نطمن الشخص اللي عنده نمط تعلق قلق بدون ما ده ياثر بشكل كبير على استقلاليتنا. بمعنى لو انا محتاج وقت بعيد، محتاج سفر، محتاج كذا، بطمن الشخص وباخد وقت، ما بخليش الاتنين ييجوا على بعض، عشان مجرد ما القلق بيبدا يدخل في قوقعه الشخص اللي عنده نمط تجنبي، بيبدا التاني يهرب، هتبداوا تحسوا ان انتوا عايزين تهربوا من العلاقه دي باي شكل، فما توصلوش العلاقه لده. فدايما حافظوا ان انتوا يبقوا عندكم مساحتكم الشخصيه علشان ده ما ياثرش عليكم برضو نفسيا. نخش على النمط اللي بعده. ايه اللي بيحصل جوه علاقه الشخص التجنبي او الافويدنت؟ الشريك التجنبي بيبقى بيحب جدا بس بيبقى محتاج مساحه عشان ما يتخنقش، والمساحه دي بتخنق الشخص اللي قدامه احيانا لانه المساحه دي تو ماتش اوفر. فاول ما العلاقه بتقرب بزياده او الشخص ده بيقرب بزياده، بتلاقوا الشخص الافويدنت التجنبي بيبقى بارد اكتر، بيبقى مشغول فجاه. وده مش عشان الشخص ده ما بيحبش الطرف التاني، لا، ده لان القرب بيرعب الشخص ده، وعندهم القرب ده معناه ان كل ما هعتمد على حد قدامي ده دايما هينتهي بألم. فملحوظه مهمه برضه، لو انتوا اشخاص عندكم نمط تعلق قلق، فانتوا اللي جذبتوا الشخص اللي عنده نمط تعلق تجنبي. فمهم جدا ان احنا نفهم ده. استقلاليه التجنبي، هدوء التجنبي ورصانته هي بالظبط اللي جذبتك ليه، لانكم حسيتوا انه امن ومستقر وراسي كده. سخريه القدر هنا ان نفس الاستقلاليه اللي جذبتني للشخص هي اكتر حاجه بتخوفني منه، لانه في اي لحظه ممكن يهرب، وده بيخليك تلاحقه اكتر، وبالتالي هو يبعد اكتر، وهكذا وهكذا. فكل ما نفهم ده كل ما نقدر ان احنا نتعامل معاه بشكل افضل. طيب ازاي نتعامل مع الهارب ده من غير ما يهرب اكتر؟ اولا حاجه صعبه جدا لاي حد عنده تعلق قلق، بلاش تطرده وقت ما يبعد. ادينا قلتها اهو. انا عارفه ان الموضوع اصعب كتير من القواله. لما تحسوا ان الشخص اللي قدامكم بيسحب نفسه، اكتر حاجه تخليه يهرب اكتر هو ان احنا نطلع نجري وراه ونقعد نلاحقهم باسئله. انت زعلان مني؟ انا عملت حاجه غلط؟ كل شويه بقى. طب نعمل ايه يا يمنى؟ نسيب لهم مساحتهم. انا عارفه قد ايه ده صعب، بس لازم يبقى عندهم مساحتهم، ونقول بكل بساطه انا هنا لما تكون جاهز تتكلم. بس يعني ايه بس؟ يعني بس. وتروحوا تعملوا اي حاجه تانية، لاقوا حاجه، وضبوا الدولاب، اتفرجوا على فيلم، اقروا كتاب، اعملوا اي حاجه تخليكم ما تبقوش في دايره الاوبسيشن بتاعه انه لا انا لازم اكلمه دلوقتي. مهم جدا جدا جدا. من غير ده الشخص ده هيبعد والعلاقه دي هتنتهي. رقم 2، حسسوه ان القرب مش خطر. زي ما قلت لكم قبل كده، كل واحد فينا جواه طفل قاعد بيعيط في الكورنر، اللي طيب والشرير والكويس والوحش، كلنا عندنا طفل جوانا بيعيط في الكورنر لسبب ما، فكلنا خايفين. ففهموه ان القرب مش رعب. هم بالنسبه لهم فكره الاستجواب وفكره القرب معناها ان الشخص ده هيستغل ده تجاه. فاول حاجه لما الشخص ده يوبن اب او يفتح فجاه في الكلام ويبدا يتكلم، حتى لو انتوا وجهه نظركم مختلفه عن وجهه نظرهم، ما تعرضوهمش صريحه كده في وشهم. اسمعوا منهم الاول واشتروا منهم واسمعوهم للاخر، ما تقطعوهمش في النص اللي هو لا بس اللي انت بتقوله ده غلط، عمره ما هيتكلم تاني. لازم تسمعوا منهم كل وجهه نظرهم وتبداوا واحده واحده تقول لهم انا فاهمه فعلا وجهه نظرك وتطمنوهم، وبعدين تبداوا تسالوهم اسئله بسيطه توصلوا لهم وجهه نظركم، ولكن ما تهاجموهمش. وثانيا عمرنا ما ناخد اي حاجه هم قالوها، ده في العموم عامه يعني، عمر ما حد يأتمنكم على حاجه وتاخدوها وبعد كده تستخدموها ضدهم ابدا. عمرهم ما هيحكوا لكم على حاجه تاني. ففهموهم ان القرب مش رعب. واخيرا وليس اخيرا، مجرد ما يفتح في الكلام ما تقعدوش تستجوبوهم، سيبوهم هم يتكلموا على راحتهم.
ما تقعدوش تستجوبوا اسئله كتير اسئله كتير اسئله كتير، هم مش في تحقيق. اسمعوا هتفهموا، واسالوا اسئله يعني اسئله في محلها. رقم 3 ودي مهمه جدا، الاشخاص دي بتحتاج وقت بتهرب فيه. لما يرجعوا من الهروب ده ما تلومهمش على البعد. لو كل مره بيرجع يقرب ويفتح الباب تفتح معاه تحقيق بتاع انت ازاي تبعد وليه بعدت وعملت كده ليه ومش عارف ايه. انا مش بتكلم على البعد اللي هو شخص كان بيكلمك كل يوم وفجاه قطع كلام معاكي، لا انا بتكلم على شخص انت عارفه انه بيمر بظروف مثلا وقال لك انا محتاج مساحه، محتاج شويه وقت، او انت عارفه انه بيمر بظروف فلقيتي المكالمات شويه قلت، الاهتمام شويه قل، مش عارف ايه، قلت له انا موجوده هنا لو حبيت تتكلم او بتاع. حد انتوا في علاقه معاه، مش سيتويشن شيب، مش اتنين لسه بتتعرفوا على بعض وهو فجاه اختفى، مش هو ده اللي انا بتكلم فيه خالص. ده مش تقفلي الباب في وش، تقفلي الباب وتمسمريه وتربسيه وكل حاجه. انما انا بتكلم جوزك مثلا لما يرجع من البعد، لما يرجع من الفتره اللي هو كان واخدها تايم اوف دي، ما تقعديش تلوميه كل مره، تطمنيه، تحبيه اكتر، تقولي له ممكن اطلب منك طلب في ساعه روقان، ممكن لما تبقى محتاج مساحتك تقول لي ان انت محتاج مساحتك وانا اوعدك ان انا هديها لك، بس تقول لي طمني بس في ساعه صفا 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 صفا. انا عارفه ان الاشخاص اللي بتبقى مع اشخاص تجنبيه، وده من اصعب الانماط ان احنا نتعامل معاه، بتحسوا ان انتوا مش كفايه، بتحسوا ان انتوا السبب في بروده الشخص التاني، ان انتوا ما تستحقوش تتحبوا ففجاه هو ما بقاش بيحبوك. والحقيقه ان ده ملوش علاقه بيكم خالص، ده ليه علاقه بيهم هم. فنصيحتي ليكم ان انتوا تطلبوا اللي انتوا عايزينه وتطلبوا اللي انتوا محتاجينه. فكره الاهتمام ما بيطلبش، بيطلب وبيطلب عادي جدا، بس بيطلب في الوقت الصح وبالطريقه الصح اللي ما تحسسنيش ان انا عشان بطلب فانا كده بشحت الحب. انما بيطلب. العلاقات كلها مبنيه على الكوميونيكيشن او التواصل، فكل ما اتواصل بشكل افضل كل ما يعني اتاكد ان العلاقات او العلاقه اللي انا فيها هتبقى احسن. كل العلاقات اللي بتبقى مدمره بسبب قله الكوميونيكيشن او حاجه غلط في التواصل. اتنين مش عارفين يتواصلوا مع بعض، اتنين مش عارفين يفهموا بعض. فكل ما اطلب اللي انا محتاجاه بشكل اوضح وبشكل احسن، كل ده ما ده هيخلي العلاقه افضل، وكل ما ده هيبين لي لو الشخص ده مهما حاولت اطلب منه اللي انا محتاجاه وهو ما يديهوليش، كل ما ده هيسرع البروسيس بتاعت ان الشخص ده مش مناسب ليا. ففي كل الاحوال انتوا الكسبانين. اخر نمط، ازاي نتعامل مع الاشخاص ذوي النمط الغير منتظم. ايه اللي بيحصل جوه العلاقه دي؟ الشريك اللي عنده نمط تعلق غير منتظم ده من اصعب الحاجات اصلا، يعني في حد ذاته هو اصعب حاجه نتعامل معاها، لانه خليط ما بين شخص قلقان جدا وشخص هيتجنبني على طول، يعني بيهرب وبيقلق الاثنين في نفس ذات الخلاط. فيوم حنين ودافي ويوم فريزر ما بيتحركش، ما بيحسش، من غير مقدمات. اسبوع واحد ممكن في يوم واحد. الشخص ده مش بيلعب بيكم، الشخص ده جوه نفسه مش مستقر. ولكن باختصار الاشخاص دي وهم اطفال اتعلموا وحسوا ان الاشخاص اللي هم مصدر الامان والحب والدفء هم مصدر الخوف والرعب والهجر. حاجه مهمه لازم تبقوا عارفينها للاشخاص اللي في علاقه مع حد من هذا النمط، انه النمط ده مشوش، النمط ده زي البندول، فهو في وقت بياخد دور الشخص القلق وفي وقت تاني بياخد دور الشخص التجنبي. فمره انتوا بتلاحقوهم ومره انتوا بتستخبوا منهم لانه هم قلقانين بزياده وبيلاحقوكم. فانا فاهمه قد ايه ان ده صعب، وده هيخلي جواكم ردود افعال مختلفه. فده طبيعي ان انتوا تبقوا مش فاهمين العلاقه دي ماشيه ازاي، ولكن مهم ان انتوا تبقوا فاهمين ده. طب يومنا نتصرف ازاي مع الشخص ذات نمط التعلق الغير منتظم؟ اول حاجه زي ما قلنا الشخص ده زي البندول، خليكوا انتوا زي المرسى بتاعه الشخص ده، ما تبقوش انتوا كمان متغيرين مع الشخص، خليكوا انتوا الثابتين في العلاقه، بمعنى ان احنا ما نلحقش كل تقلباتهم، نفضل مستقرين بغض النظر عن الشخص اللي قدامنا ده بيتعامل ازاي، بغض النظر عن مزاجه ايه. وده بيديله احساس حتى لو مش بسرعه بالاستقرار، فالاحساس حتى لو جاله بالبطيء فهو هيجيله، انه مش كل قرب هينتهي باذى. فخليكوا انتوا اللي ثابتين، انتوا اللي مرسى. رقم 2، ما تاخدوش تقلباتهم ان ده رفض شخصي ليكوا او ان الشخص ده مختل، لا يعني ولا كده ولا كده. لما الاشخاص دي تقرب منكم قربوا وتقبلوهم وافتحوا دراعاتكم وطمنوهم، من غير ما نقعد نفتكر بقى اللي فات انه بيبعد ولا ان هو متقلب او كده. ولما يبعدوا شويه او يبقوا محتاجين مساحتهم سيبوهم من غير ما تلحقوهم ولا تقول لهم انتوا مش كنتوا امبارح عاملين كده، ايه اللي حصل فجاه، يعني ايه القلبه اللي فجاه دي، سيبوهم let them be يعني. رقم 3 وهو ده لكل الانماط اكشلي، ان احنا كلنا محتاجين نشجع بعض ان احنا نبقى افضل، ان احنا نتعالج، ان احنا محتاجين ناخد بالنا من انماط تعلقنا ونبدا نشتغل على ان احنا نبقى عندنا تعلق امن. او النمط الغير منتظم تحديدا تغيرات كتير قوي، فغالبا بيبقى محتاج حد متخصص يتكلم معاه، مهما كنت انت صبور ومهما عادي ان احنا نشجع الاشخاص اللي معانا ان هم يستعينوا بمعالج نفسي او بلايف كوتش او كده. شجعوا الناس اللي معاكم ان جنرال ان هم يعملوا كده، ما تتريقوش عليهم لما يبقوا عندهم سيشن، شجعوا الناس انها تبقى افضل. صدقوني لما هيبقى في سيف سبيس وشخص ممكن يتكلم معاه من غير ما يحكم
يحكم عليه وكده، كل الناس بتبقى افضل، حتى لو ده اللي انت بتاخده من السيشن، ان انتوا تتكلموا مع حد من غير ما يحكم عليكم. كلمه اخيره عايزه اقولها لكم، سواء الاشخاص اللي انتوا بتحبوهم دول عندهم نمط تعلق قلق، تجنبي، غير منتظم، سواء انتوا اللي بتلاحقوا الاشخاص او انتوا اللي بتبعدوا عنهم، وفهموكوا للانماط دي مش عشان تبرروا لهم كل حاجه، ولا عشان تلغوا نفسكم، ولا عشان تريحوا دماغكم، حتى فهموكوا لده عشان تحبوا الاشخاص اللي معاكم بذكاء مش بضعف او باحساس ان انتوا مقهورين على الموقف اللي انتوا فيه. اهم حاجه كلنا نفتكرها، احنا مش مسؤولين عن تشافي حد تاني، وشريك حياتنا واصحابنا او الناس اللي حوالينا مش مسؤولين ان هم يطفوا كل خوف جوانا، دي مش مسؤوليتهم، ولكن لازم نكون سند ليهم، لازم نكون صبورين معاهم، لازم ما نحكمش عليهم، ولكن ما تسيبوش نفسكم تدوبوا في مداواة جرح مش جرحكم، او تكرروا نفس الدايره ونفس النمط مره بعد مره لحد ما تستهلكوا ما تبقوش عندكم اي طاقه. ولو حسيتوا ان انتوا في علاقه بتاخد منكم اكتر ما بتديكوا، لازم تبداوا تاخدوا بالكم من نفسكم زي ما بتاخدوا بالكم من كل اللي حواليكم، علشان على الاقل لما تحبوهم من مكان قوه مش من مكان ضعف. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا حاولت في فيديو واحد اجمع لكم ازاي نتعامل مع كل الانماط. الفيديو جاي بقى ممكن نتكلم اكتر على ازاي نتحول من كل نمط لان احنا نروح للنمط الامن اللي هو كلنا بنطمح له. اتمنى الفيديو ده يساعد اي حد انه يكون اسعد في علاقته، او يطمن اكتر، او تحسوا ان انتوا مش مجانين ان انتوا في العلاقه دي، او ان الشخص اللي قدامكم مجنون، او انه يطمنكم باي شكل من الاشكال ان المشكله دي ممكن تتحل. اتمنى لكم كل سعاده انتوا وشركائكم واصحابكم وكل حاجه. فلو انتوا اول مره تتفرجوا عليا اعملوا لي بقى سبسكرايب وفعلوا الجرس وكومنت، بس اكتبوا لي تحت ايه اكتر حاجات انتوا بتعانوا منها او ازاي حليتوا المشاكل دي، واشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.